السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم بكل صراحة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن الجنايني وعصابة الجنايني، وهتكلم فيها عن الحكم اللي طلع من مركز التسوية والتحكيم ببطلان لائحة نادي الزمالك. يعني حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن الخرارة واللي في الخرارة وخريجي الخرارة. بس قبل ما نبدأ حلقتنا لازم نقول لبعض والأمة الإسلامية كلها كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة مولد سيدنا رسول الله. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة مولد سيدنا رسول الله اللي جه نور البشرية كلها. كل سنة وانتم طيبين بمولد سيدنا رسول الله اللي لحد دلوقتي لسه في ناس مش محترمة، ناس أقول إيه، ناس ما تعرفش يعني إيه الحرية فعلا، ناس بتتشدق بس بكلمة الحرية وحرية الرأي. والله العظيم مع كل اللي بيحصل في بلدنا، الصورة اللي بره اللي بيصدرها لنا ان هم يعني ناس عندهم حرية، ناس عندهم حرية في بينهم بس وبين بعض، لكن ان هم يحترموا الناس التانية، ثقافة الأديان التانية، ثقافة الناس المختلفة معاهم، صدقوني هم ناس كذابين بره، بيعرفوا يصدروا الصورة الحلوة بس، لكن عندهم حاجات وحشة كتيرة جدا، ومنها اللي احنا شفناه من اعتداء الصحيفة الفرنسية الغير محترمة على شخص سيدنا رسول الله. سيدنا رسول الله ربنا حافظه، ربنا هيحميه. كل سنة وانتم طيبين والأمة الإسلامية بخير، وإن شاء الله يعود عليكم الأيام بخير بإذن الله. نبدأ حلقتنا النهاردة، وشفنا النهاردة قرار من مجلس من مركز التسوية والتحكيم ببطلان لائحة نادي الزمالك. وده بيرجعنا لكلام الفترة اللي فاتت، ان كل ما حد يتكلم يقول لك ان القرارات اللي طالعة من اللجنة الأولمبية دي تخص شخص رئيس النادي، ملهاش دعوة بنادي الزمالك. واحنا وكل اللي بيتكلم اي اعلامي احنا مع ان الزمالك ما يتعاقبش، لا الزمالك لازم يتعاقب، والله العظيم لازم يتعاقب. جمعيته العمومية لازم تتعلم الأدب، تتربى من جديد، والله العظيم أنا ما بغلط في حد. جمعية عمومية يعني جمعية عمومية غير مثقفة، جمعية عمومية غير واعية، إن كل مرة الراجل يسبهم ويشتمهم ويهينهم في النادي النهري وغير النادي النهري، وهم بيجيبوه، واي انتخابات تحصل يجيبوه. هو مين اللي عمل اللائحه وصوت على اللائحه اللي البطله اللي عملها الزلنطاحي وفرضها على الجمعيه العموميه وجم انتخبوها برضه؟ العقاب لازم يشمل نادي الزمالك والجمعيه العموميه وبعض وكثيرا من جماهير نادي الزمالك اللي بتنساقه مش فاهمه حاجه، اللي بيديها باوسخ جزمه برضه بيقولوا له كمان، وبيقولوا له الاسد والدرع والسيف، اللي بيشجعوا على السفاله وقله الادب. مين اللي طلع لنا الاصوات من براخينه وفي النادي عندهم وفي النادي النهري وفي الاخر بينتخبوه؟ لازم الزمالك يتعاقب. اللي جاب البلوى السوداء في الرياضه لازم يتعاقب. ومين اللي جابها؟ جمعيه عموميه الزمالك، اللي نجوم الزمالك من ميدو لحازم امام لكل اللي بيقول عليهم نجوم، للسفله زي عيد عبد الملك، زي الواد شوقي السعيد، الناس التافهه زي رضا عبد العال، زي كل الناس اللي بتشجع الزلنطاحي وبتدافع عنه، ومديهم باوسخ جزمه. طلع قال لهم جزمه اللي طال عمره بيكوا كلكم، وشتم الكبير قبل الصغير والصغير قبل الكبير واللي مات قبل الصاحي، وفي الاخر برضه جابوه. لازم الزمالك يتعاقب، والله العظيم لازم يتعاقب. انا مش مع اي حد يطلع على الهوا ويتجمل لنا ويقول لنا العقاب ده مش على الزمالك. لازم الزمالك يتعاقب. هو مين اللي دخل السرطان ده الرياضه غير نادي الزمالك وجمعيه عموميه الزمالك؟ اهو النهارده طلع من مركز التسويه والتحكيم ان الجمعيه العموميه باطله، اللي بعض من اعضاء جمعيه الزمالك صوتوا عليها خوفا، ذلا، اهانه، خدوا بالجزمه عشان يقولوا كل ده. مين اللي جاب الزلنطاحي
مين اللي حط السرطان الرياضة في مصر؟ مين اللي بيسمح بشتيمة المصريين على الهوا؟ المصريين كلهم اتشتموا في نادي الزمالك جوه وقال عليهم مش رجاله وعلى الطلاق ما فيكوا راجل. كل ده في نادي الزمالك وسامعاه الجمعيه العموميه وسامعينه الجماهير ومشجعينه ومؤيدينه. لازم يتعاقبوا. انا مش مع اي حد يطلع يتجمل لي في الاعلام الفاسد، الاعلام اللي كله خايف من الجزمه اللي هياخد بيها اذا اتكلم. لازم الزمالك يتعاقب، واللي يقول غير كده يبقى ما بيفهمش حاجه. لازم السبب في وجود الزلنطاحي في الرياضه المصريه وكم الشتيمه والاهانات في رموز الرياضه وفي رموز الدوله كلها، وكم الالفاظ اللي سمعناها وكم اهانات الامهات والسيدات الفضليات، لازم يتحاسبوا. وهم اللي الجمعيه العموميه بتاعت نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك لازم يتحاسبوا والله. لكن هنقول ايه؟ ربنا هينصر، والله ربنا ينصر الحق مهما طال الزمن. هتمشي الجمعيه العموميه الفاسده دي وتيجي الجمعيه العموميه احسن. الجمعيه العموميه اللي خدت ان تاخد بالجزم وتشرب باوسخ خراره جواها وتسكت بالاهانات. ادي اخر حاجه النهارده مركز التسويه والتحكيم لغى وقال لك جماعه اللائحه باطله ولازم يرجع العتال وعبد الله جورج. نادي خراره واللي فيه خراره وما بيطلعش منه غير الخراره. والله العظيم انا ما متحامل على حد، بس شوفوا مين السبب في وجود الزلنطاحي وحاسبوه. وانتم في الاخر ما حدش هيتحاسب غير نادي الزمالك والجمعيه العموميه بتاعته اللي سلطوا علينا واحد يعني من اراذل الناس يسب كل واحد محترم، يشتم كل يطلع لنا اصوات غريبه. كل ده بسبب نادي الزمالك وجمعيه عموميه الزمالك الخراره واللي في الخراره. فيا ريت حد اعلامي يقول حق مره. اللي قبل ما تعاقب الزلنطاحي لازم نعاقب السبب في وجود الزلنطاحي. اما بقى بالنسبه لعمرو الجنايني، عمرو الجنايني انا هتكلم عنه النهارده، كنت عاوز اتكلم عنه طبعا بالفتره اللي فاتت ما كنتش يعني في وقت ان انا اتكلم. طبعا في التسريب اللي طلع لعمرو الجنايني، ومين اللي طلعه؟ رئيس الخراره اللي هو بيشجعها اللي طالع منها. وشفنا عمرو الجنايني في التسريب اللي اتقال بيقول ان هو ما خدش العقوبات، خفف العقوبات على نادي الزمالك في الانسحاب في ماتش الاهلي. بدل ما يديهم 6 نقط انا اديتهم 3 عشان خاطر نادي الزمالك. شفتوا الكوره بتدار في مصر ازاي؟ شفتوا اللي طالع من الخراره وحطوه في مسؤوليه هيدير الكوره ازاي؟ زي ما بيتكلم عمرو الجنايني كده. اهم حاجه الخراره واللي في الخراره، ومصلحه الكوره تروح في داهيه تترمي. عمرو الجنايني قال على النادي الاهلي وجمهوره بهايم. طبعا يعني جمهور النادي الاهلي اصغر مشجع فيه جزمته برقبه عمرو الجنايني. ليه؟ ان جمهور مشجع محترم. لو دار الكره المصريه ما كان عمرو الجنايني هيديرها بكل اخلاص ولمصلحه الكوره وحتى ضد النادي الاهلي. لكن هنقول ايه؟ كل مسؤول حط اي واحد من خريج الخراره او من نتاج الخراره يتوقع منه كده، بيدير بالاهواء الشخصيه بالمصالح الشخصيه. لكن ان هو يخاف على الكره المصريه ابدا. ياخدوا باوسخ جزمه في ناديهم ويجي يقول لك في الاخر اهم حاجه نادينا هو اللي يكسب، اهم حاجه نادينا، ولا ليهم دعوه بمصلحه الكره المصريه. ادي عمرو الجنايني اللي مقدم طلب النهارده الاتحاد الافريقي، واللي سمعناه من الصحافات ولا قريناه في الصحف المغربيه ان عاوز ياجل ماتش الرجاء والنهائي لبعد اخر الشهر، اخر شهر 11، بعد يوم 9 او يوم 10. عاوز يخلي يوم ماتش الرجاء بعد يوم 9، وعاوز يخلي ماتش النهائي لاخر الشهر. ادي عمرو الجنايني ملوش دعوه بمصلحه الكره المصريه. طب الدوري الجديد هيتم امتى؟ طب ده ممكن يبقى مجموعتين والدوري يبوظ واللي يبقى دوري ضعيف. مش في دماغه، والله ما في دماغه. اهم حاجه المصابين في نادي الزمالك يخفوا، اهم حاجه المصابين يرجعوا، اهم حاجه محمود علاء والونش ومش عارف. يا راجل
يا راجل بصوا لمصلحه الكوره شويه، والنادي الاهلي المفروض يتكلم، مش ما ينفعش كده. واذا كان هنا بريده ملوش دعوه بمصلحه الكوره، واللي شفناه عمل ايه مع النادي الاهلي، عمل ايه مع النادي الاهلي والترجي، ما وقفش مع النادي الاهلي. هنا بريده فاشل، هنا بريده ملوش دعوه، ما هو بيشجع الخراره والله، ملوش دعوه غير بمصلحته الشخصيه، بيخاف من الزلنطاح اللي يديله بالجزمه، كلهم ملطوطين، كلهم على راسهم بطحه. لازم النادي الاهلي يتدخل. الناس دي هتعمل اللي هي عايزاه، وهتأجل وهتعملوا كده. أجلوا وافلحوا في خططاتكم، وافلحوا في الخطط بتاعتكم، افلحوا فيها. فاكرين لما أجلتوا الدوري ولازم يتلعب، وكان دوري على الطلاق، وكان أنا بريدة برضو فيه، ولازم يتلعب بعد بطولة والأهلي كان رافض، ومجلس التسوية والتحكيم برضو طلع بيان تاريخي نصر فيه النادي الأهلي، وقال انتوا ما بتخافوش على الكورة ولا على تخطيط الكورة. وراح هنا بريده واشرف صبحي للكابتن محمود الخطيب بصوا على دماغه، وافق يا كابتن ما تشتكيناش بره. واستنيتوا لبعض الامم الافريقيه، والنادي الاهلي ربنا نصره برضه. وبدل ما كان عندهم كانوا خايفين على ساسي اللي لازم يلعب ساسي، طلع منهم اتعور منهم جنش، واتعور منهم وهرب منهم كهربا. واذا اجلتوه، اذا كنتوا عاوزين اللعيبه دي المصابه ترجع، هيحصل كارثه اكتر واكتر واكتر. كل ما تعملوا مؤامره وتتفقوا على النادي الاهلي، كل ما تعملوا كده يجي النادي الاهلي باذنك يا رب هينتصر عليكم، والله لا ينتصر عليكم. النادي القيم والمبادئ والشرف بجد. عشان ما اطولش في الفيديو، كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يعود عليكم الايام بخير، عليكم وعلى اولادكم وعلى اسركم جميعا باذن الله. قبل ما نمشي، يوسف كان عاوز يقول لكم قصيده عن سيدنا رسول الله وعلى اللي بيحصل من اعداء سيدنا رسول الله. الكلام ده من زمان قوي قوي قوي، مش جديد. سيدنا رسول الله شامخ وفي مكانه عاليه جدا جدا جدا، والناس دي اقزام وتحت الجزم. لما يبقى يتيم وامي ويبقى سيد العالمين، منطق الحساد هتكتر، والعدا والكارهين، واللي هيقولك ده شاعر، واللي هيقولك ده ساحر، واللي هيقولك ده كافر، واللي يكتب واللي يرسم، واللي يكذب واللي يشتم. منطقي. هي غيرة زي غيرة الوليد بن المغيرة. مش كان هيسلم، بس حاجة في نفسه حكت، كبره خلى نفسه شكت. اصل ده الكبر ده اكبر خطر. بس يعني الجنة تعمر وحدها، حبة في الجنة ونعمها، وحبة في سكر. ومنطقي لما يبقى المسلمين حالهم كده، تطلع ضوافر للعدة. ما دمت مش زارع بايدك غلتك، والجوع قرص على معدتك فزلتك. ما دمت متشتت وتايه في الكلام، فين الودان اللي هتسمع شكوتك؟ هما مش قاصدين يهينوا المصطفى بحبة صور، هما عارفين ان سيدنا النبي سيد البشر. لو كانوا حضروه كانوا عرفوا يرسموه، كانوا هيرسموه بعدله وبسماحته وبهدوءه. كانوا شافوا ان الصحابة بتلحق المية اللي نازلة من وضوءه. احنا ما رسمناش نبينا في العيون، احنا ما رسمناش نبينا في العيون. اتلهينا في احنا كنا واحنا كنا واحنا كنا، ونمنا في اللي راح يكون. بس احنا فوقنا بجد. اسفلك وراجعلك، شعبك نشيط عامر تقي، زيك يا سيدنا المصطفى يا ابو قلب طاهر تقي. اما اللي واكلاهم غيرتهم فده منطق. شكرا، يا رب تكون القصيدة عجبتكم.